السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بوصفة جديدة. طبعا العيد لسه خلصان، كل سنة وانتم طيبين. كنت دي وصفة انا يعني شفتها قبل كده، بس قلت استنى اجربها الاول بعدين انزل لكم بيها. طبعا النمل الصيف داخل، والنمل بيجي قبل الصيف بتلاقوه سابق كده يعني، بيحلق ويلحق على مكان. المهم انا قلت بقى هستنى بقى على مسحة العيد اما امسح وانضف كويس ورا الحاجة وكده، وهجرب الوصفة دي. فانا عملت الموضوع ده بقاله ان النمل طبعا ما بينقطعش عندي من البيت خالص، يعني في كل حتة تلاقوه، في الهدوم، في الحمام، في المطبخ، في الدولاب، على السرير، على الارض. ما شاء الله ماشي في كل حته. ما اعرفش ده ايه، رغم ان كان شقتي ما كانش فيها ولا نمله خالص الاول، في حين ان يعني احنا في البيت هنا في بيت العيله كله كان البول عنده نمل، انما انا سبحان الله ما كانش عندي ولا نمله. بس فجاه كده ما تعرفوش في ايه، يلا الحمد لله. المهم انا سمعت ان السمسم بيعمل ايه، بيطفش النمل، ريحته قوية بتخلي النمل يعني يطير، او ينفر منه. فانا قلت طيب ابقى اجرب، صراحة ما صدقتش. فبعدين كان جاي لي شوية سمسم. قلت انا لما جيت انضفهم طبعا بيطلع منهم حاجات كتير كده، اللي هو ده اهو، بصوا في الطبق هنا بيطلع ايه، سمسم سليم على سمسم بايظ على حاجات كده تبع السمسم. فانا قلت ايه، طب ما انا بدل ما اعمل بسمسم سليم اروح عامله ايه، واخده اللي هو اللي طالع ده. طبعا انا مش هعرف انضف السليم منه من البايظ، قلت هاخده ده في ده، كله في بعضه هاخده او اجربه. صراحه عينت حبه على جنب وقلت هجربه، مرضتش ارميه. قلت يعني بدل ما احط سمسم سليم احط ده. فمسحت الركنه وكنست تحتها ومسحتها ورشيت لكم ده. عايزه اقول لكم ان انا بقالي 10 ايام اهو ما شفتش ولا نمله. بجد يعني. واهو مش كله هتلاقوا، بصوا مش فيه سمسم قوي يعني اهو، بصوا حاجات بقى سمسمه بايظه مش عارف ايه. بجد والله ما لقيتش نمل. بس المهم تمسحي كويس وتنضفي وتحطي ده، انسي بقى النمل خالص، يعني انسيه بجد. ولا بقى تحطي تجيبي سمسم نضيف، ولا ده تنظيف السمسم يعني. شفتوا؟ مش هقول لكم مثلا تجيبي سمسم مخصوص ولا كده، لا خالص، ده تنظيف السمسم. وانا قلت اجرب الوصفة، ولما نفعت جابت نتيجة. لسه في بقى وصفة تانية عايزة اجربها وهبقى اقول لكم عليها. طبعا هو دليل بقى ان السمسم فعلا يعني حاجة قوية، وان هو يخلي النمل ما يتلمش وكده. ان سبحان الله لما بنيجي نعمل حاجات العيد ما بلاقوش يتلم عليها خالص، الحاجات بالذات القرص الكعك، الحاجات اللي هي فيها سمسم دي. وكمان سمعت يعني خطبة للشيخ الشعراوي بيتكلم عن السمسم والنمل برضو، ان النمل بينفر من السمسم. بيقول ان بتوع الحلويات المحلات ليه مش هتلاقوا عندهم نمل رغم انهم عندهم السكر والحلويات كلهم، لان شغلهم كله حاجات فيها سمسم. فالسمسم هو اصلا يعني سبحان الله في ريحة كده بتخلي النمل ينفر منه. فانا جربتها طبعا، مش السمسم بس، في تجارب تانية وحاجات تانية تلاقوا ليها ريحة شديدة، زي مثلا الفلفل الاسمر، القرنفل، اللهم ذكرني ما نسيت، الخل، اسمه ايه ده كان على بالي، الليمون. الحاجات دي بتخلي القرفة بتخلي السمسم ينفر، سمسم ايه، النمل ينفر من ريحتها، يعني ما يجيش في المكان ده. طبعا هي دي وصفة من ضمن الوصفات دي. انا بقى عملت ايه، حطيتها برضو تحت عتبة الباب عشان ما يخشليش، يعني تحت السرير، تحت دولاب، حاجات كده اللي هو مش هتفضل فترة، مش هتتشال كل شوية. في بقى ان شاء الله هجرب الوصفات التانية للاماكن اللي ما ينفعش تحط تحتها سمسم، لان يعني مثلا تحت السجادة بنكنس تحتها على طول، على البلاط، الحتت دي مش هينفع يتحط لها سمسم. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة وتقولي لي ايه رأيكم، وتدعوا لي لو جابت نتيجة معاكم. واهو هي دي بس حاجة بسيطة، حاجة بنرميها كلنا، يعني هي اللي جابت نتيجة، مش مكلفة ولا اي حاجة، ولا اشتريناها مخصوص ولا اي حاجة. اهو متخيلين ايه، سمسم تنظيف بواقي يعني.
حاجات ملهاش اي لازمه بنرميها، فبدل ما نرميها هنستفاد بيها. وزي ما عودتكم في قناتي ان احنا هنوفر وندبر في كل حاجه، وهنحاول نستفاد من كل حاجه حوالينا مش هنرميها. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبك مش تنسيني باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيها، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.